التسامح والتصالح. لما بنتعرض لأي نوع من الإساءة، الأذى، الظلم، بالذات من حد قريب، بنتجرح ونتعب وكتير بنبقى متلخبطين. هل لو سامحت لازم أصالح ولا ممكن أسامح بس أفضل مقاطع ومتجنب الشخص ده؟ خلينا نعرف في الحلقة دي الفرق بين المسامحة والمصالحة، وإمتى أصالح وإمتى أتجنب. خلينا كده نتفق إن الغفران والمصالحة مش نفس الشيء. الغفران حاجتين نحطهم في دماغنا. أولاً من جهة الله، الغفران إلزامي، زي ما بيقولوا كده الأمريكان مانداتوري، قانون إلهي واضح وصريح بيقول إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم. هتلاقوها ذكرت في متى وفي لوقا وفي مرقس. تاني نقطة مهمة جداً، إن علم النفس بيأكد إن المسامحة هي أول خطوات للشفاء النفسي ليك كحد تعرضت لإساءة أو لأذى. طب إيه بقى شروط الغفران ده؟ قاعدة واحدة وصريحة: الغفران غير مشروط. يعني إيه الكلام ده؟ معناها هو إنك بغض النظر عن كبر أو صغر الإساءة هتسامح، وبرضه يعني بغض النظر إن اللي أساء إليك اعتذر لك أو صلح موقف عمله برضه هتسامحه. إزاي بقى أحس إني غفرت؟ أول حاجة تشعر إنك مش عاوز تنتقم، مش نفسك تشمت فيه لو وقع في مشكلة. تاني حاجة بتصلي من أجله، زي ما الكتاب بيقول صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. كده تبقى قلبك مسامح، وده على فكرة ممكن بقى يتم بينك وبين الله من غير تواصل مع الشخص اللي أذنب في حقك أو اللي أذاك خالص. على عكس بقى الغفران اللي هو غير مشروط، تيجي المصالحة وهي مشروطة بموقف وأفعال الشخص المذنب في حقك، لأن الهدف منها هو قرار استعادة علاقة بقى محطمة أو علاقة انتهت. حاجتين تاخد بالك منهم: واحد، لو الإساءة أو الإيذاء متعمدة ومتكررة يبقى ملهاش لازمة المصالحة خالص، لأنها غالبا طالعة من حد مش بيحبك ولا يحترمك ولا يقدرك. اتنين، لو الإساءة بقى أو الإيذاء دول طلعوا من حد بيحبك ويقدرك وانت غالي عنده جدا، بس كانت زي ما بيقولوا كده غير مقصودة، مش بإيده، unwillingly unknowingly، يعني اللي بنفعلها بغير معرفة واللي بنفعلها بغير إرادتنا. ممكن هو كمان يكون اتأذى منها. ممكن تاخد وقتك في الهدوء والسلام مع نفسك، وبعد كده صالح الإنسان ده، لأنه ممكن يكون طيب وممكن يكون شريك. أشكركم على متابعتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة.